هنعمل ايه مع بعض النهارده يا حبايبي؟ هنعمل فتة الشاورما بطريقة سهلة جدا وبسيطة. تنفع غدا، تنفع عشاء. بصوا يا حبايبي، بصوا الرز وفلفلته وجماله، بصوا الفراخ طبعا، ومنساش التومية، احلى تومية عملناها على ايدينا. بصوا الجمال، بصوا جمال فتة الشاورما يا حبايبي. بصوا، ولا تفكري ولا تحتاري، احلى غدا هتعمليه بمكونات بسيطه وسهله ان شاء الله. يا رب طريقتي تعجبكم وتجربوا، ما تنسونيش في اللايك والشير والكلمه الحلوه اللي بستناها منكم. يلا حبايبي نشوف الجمال ده احنا عملناه ازاي، ونبدا ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم النهاردة مطبخ الإسراء. هنعمل مع بعض فتة الشاورما بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا نقول على المكونات بتاعتنا مع بعض. انا عندي صدرين فراخ كده، جبتهم وغسلتهم كويس، نقعتهم في محلول المية، ملح، ليمون، خل. بصوا، معلقه سكر، غسلتهم ونضفتهم كويس. وعندي علبه زبادي كبيره، وعندي معلقتين خل، وعندي 3 معالق دبس رمان، وعندي ملح، فلفل اسمر، بصل بودر، توم بودر، شطه، بهارات فراخ. هنعمل ايه يا حبايبي الاول مع بعض؟ هنيجي كده على الصدور، امسكها كده نقطعها. انا عاوزاها تقطيعه شاورما، تمام كده. انا بعمل صوابع كده الاول، لما الاقيها تخينه هروح جايبه ايه، مرقاها، تمام كده. بصوا كده، بصوا. فتة الشاورما دي بقى حاجة خفيفة كده، متاخدش مجهود منك. بصوا اهو، بشيل دي كده وارجع تاني على الصابع اللي انا عملتها اهي. بصوا، لو انتي مش عايزة تقطعيها كده وعايزاها ارفع من كده، بتقطعيها بانيه، وبعد كده بقى بتقطعيها شرايح، تمام كده. بصوا اهي، متاخدش اي مجهود. بصوا كده كده. هقطع بقى كل الكمية دي ونرجع لبعض تاني، نشوف احنا هنعمل فتة الشاورما ازاي، عشان نروح على البوتاجاز نشتغل في الشاورما بتاعتنا، نشوف الخلطة اللي احنا هننقع فيها الشاورما وهتبقى ازاي. تمام كده يا حبايبي. بصوا التقطيع سهلة وبسيطة ازاي. كمل تقطيع بقى وارجع لكم تاني عشان نشوف التتبيلة اللي هننقع فيها الفراخ، وهنكمل فتة الشاورما ازاي مع بعض. بصوا يا حبايبي، خلصت تقطيع الشاورما بتاعتي. بصوا انا بعملها رفيع عشان تستوي معايا وتشرب من الخلطه بتاعتي. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب البوله بتاعتنا علشان نعمل الخلطه بتاعتي، تتبيله الفراخ. جبت البوله بتاعتي يا حبايبي، هنجيب علبه الزبادي نفضيها في البوله، تمام كده. هقرب لكم بس البوله عشان تشوفوا الخلطه. علبه الزبادي بتاعتي كده هنزل بيها كده. طبعا لو انت عملتي الخلطه دي من قبل منها بيوم للفراخ بتبقى طعمها خرافه، طعمها خطير جدا جدا جدا، لان الفراخ بتشرب من التتبيله. هنحط البهارات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها مع بعض، تمام كده. هنحط الخل، وهنحط دبس الرمان. بصوا، هنقلب بقى الخلطه بتاعتنا دي كلها كده مع بعض قبل ما انزل بالشاورما بتاعتي. بصوا اهو، بصوا الريحه جميله جدا. بصوا هنزل بقى بالشاورما بتاعتي، هجيب كده المساكه بتاعتي عشان انزل بيها. طبعا انا مش لابسه كلابز لان انا ايه، غسله ايدي كويس. بصوا، واثقه من نظافه ايدي دايما تحت الحنفيه على طول. بصوا، وهقلب بقى، هقلب الشاورما بتاعتي، خلطه جميله جدا. هسيبها فيها بقى، اتاكد بس انها اتقلبت كويس. هسيبها في الخلطه دي، هغطي عليها باسترتش او. بصوا كلها اندمجت مع الخلطه. انا هحطها بقى في التلاجة ونروح نعمل رز الفته، وبعد كده نبقى نرجع نشوف الشاورما بتاعتنا هنعملها ازاي مع بعض. يلا حبايبي نعمل مع بعض رز فتة الشاورما. انا عندي الحله بتاعتي حطيت فيها معلقتين زيت، قطعه زبده كده، تمام كده. خليهم يسيحوا مع بعض، يندمجوا مع بعض.
الشاورما دي سهله وبسيطه وبتبقى لذيذه جدا. بصوا هنزل بالبهارات بتاعتي بقى. عندي ملح وعندي كركم وعندي ورق لوري وعندي 5 فصوص كده حبهان وعود قرفه. انزلهم في الزبده والزيت مع بعض كده عشان اديهم تشويحه كده. بصوا ياخدوا من الزبده كده. بصوا انزل بقى بالرز اديله تشويحه خفيفه كده. طريقه طبعا سهله وبسيطه. اسفه على اي صوت انتوا بتسمعوه لان مطبخي على الشارع، فطبعا اي صوت لازم بيجي في قلب التصوير، معلش سامحوني يا جماعه كده. بصوا اشوحها بقى تشويحه حلوه كده علشان خاطر ايه الرز بتاعي يشرب الزبده كده والبهارات بتاعتي. بصوا شوحت الرز بتاعي كده حبايبي. بصوا هنزل بقى. عندك شوربه حطي، عندك ميه حطي. بصوا طبعا مكتريش الشوربه او الميه عشان يبقى مفلفل معاكي. بصوا يا حبايبي هسيبه يستوي بقى وبعد كده هنشوف مع بعض ونكمل بقيه الخطوات بتاعتنا بتاعت فتة الشاورما. بصوا يا حبايبي الرز بتاعنا لما يستوي هنحمص العيش بتاعنا وهنعمل الشاورما بتاعتنا علشان خاطر ايه نخلص الخطوات بتاعت فتة الشاورما. انا عندي رغيف العيش كده بجيبه بقطعه بالطول كده صوابع. بصوا كده كده عشان كله يبقى قطع متساويه اهو كده. هحمر العيش بتاعي في قطعه زبده كده مع حبه زيت. يستحسن العيش الشامي بتاعي دون يا حبايبي يبقى قبل منها بيوم مع الغبوز علشان خاطر ايه يبقى ناشف معايا ما يشربش مني سمنه او زيت. تمام كده. بصوا تبقى قطعه متساويه كده اهي. بصوا وأوريها لكم في المقليه بتاعتي اللي انا هادي فيها اهو كده. ده العيش بتاع الفته بتاعتنا. بصوا احلى فتة شاورما هتعمليها في بيتك على ايدك ان شاء الله. طريقتي تعجبكم وجربوها. بصوا يا حبايبي اهو معانا خطوه بخطوه. بصوا اخلص بقى الكميه بتاعتي وارجع لكم تاني عشان نشوف احنا هنحمر ازاي العيش ازاي. طبعا هتقولي لي احطه في الشوايه عشان الزيت ومش الزيت، لا هو يستحسن ان هو يتقلي في حته زبده كده، معلقتين زبده كده يدوا طعم كده ويدوا ريحه كده وحبه زيت. الزيت يا حبايبي في الفته بيدي لمعه. تمام كده انت بتاخدي الطعم من الزبده. خلصت الكميه وارجع لكم تاني عشان نشوف احنا هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي في المقلايه بتاعتي هنزل بقطعه زبده كده عشان تدي بس طعم كده للشاورما بتاعتي. بصوا يا حبايبي هنزل بالشاورما بقى كده بالتتبيله بتاعتها بالخلطه. بصوا السلام انا عايزاها تستوي في الخلطه دي تمام كده. بصوا مش هقلبها عشان ما تنزلش ميه. طبعا انا معليه البوتاجاز بتاعي وفي البوله في القلايه الثانيه عندي زيت. وهنزل برضو بقطعه زبده عشان ادي للعيش بتاعي طعم. بصوا كده تمام كده اهي. انا بقرب الشاورما كده اهو كده ما تنزلش الميه بتاعتها تشرب من السوائل بتاعتها اللي هي منقوعه فيها. تمام كده. بصوا الرز يا حبايبي. بصوا فلفلت الرز. بصوا جمال الرز. بصوا مفلفل ازاي. بصوا الرز مفلفل ازاي لان انا بحطش ميه كتير وبسيبه يستوي على البخار. تمام كده. بصوا بغطي عليه كويس يكتم البخار بتاعه يستوي على البخار. يبقى انا الخطوات الشاورما عندي الرز والشاورما فتة الشاورما رز وشاورما وعيش محمر. طب في التقديم بقى بنحط التوميه احنا عاملينها مع بعض على القناه. هنزل بقى بالعيش. بصوا كده اديله تحميصه كده.
العيش، اخلص الشاورما بتاعتي بقى. بصوا يا حبايبي العيش بتاعي اتحمص ازاي. بصوا لو جبتيه بقى قبل منها بيوم وحطيتيه في التلاجة ينشف شويه بيبقى طعمه احسن واحسن كمان. ليه؟ ما بيشربش من السمنه ولا من الزيت كتير. بصوا اهو حمصه كويس عشان يبقى قدامنا اقلب فيه كده عشان ياخد لون واحد. تمام كده. ودي الشاورما بتاعتنا تشرب الصوص اللي هي كانت منقوعه فيه. اطلع بقى العيش واخلص الشاورما ونقدمهم مع بعض ونشوف هيبقى شكلهم ازاي. ودي يا حبايبي فتة الشاورما بتاعتنا، طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. بصوا جمال الفتة حبايبي، بصوا الجمال. طبعا لتعزيز الطعم انا حطيت تومية، طبعا التومية دي لازم تكون مع فتة الشاورما. بصوا الجمال. بصوا فلفلة الرز يا حبايبي، بصوا الرز بتاعي مفلفل ازاي. بصوا بصوا حباية من حباية اهو. يا رب طريقتي تعجبكم وتجربوها. ما تنسونوش في اللايك والشير والكلمة الحلوة اللي بستناها منكم يا احلى اخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.